أهلا بكم. وفاة اللاعب الجزائري بوزيدي زكريا لاعب نادي مولودية باتنا الجزائري أثار حزن وجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وفريق مولودية باتنا ينعي لاعبه الشاب بوزيدي زكريا، وبدأت الجهات القضائية في الجزائر بفتح تحقيق لكشف ملابسات وفاة اللاعب الجزائري بوزيدي زكريا. وعلى حسب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اهتز الشارع الجزائري بعد وفاة اللاعب الشاب بوزيدي زكريا، وهو لاعب في فريق مولودية باتنا لأقل من 19 سنة. كما تم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي قيل إنه للحظة وفاة اللاعب الجزائري بوزيدي زكريا. وعن سبب وفاة اللاعب الجزائري بوزيدي زكريا، قالت بعض المصادر أن اللاعب بوزيدي زكريا الذي يبلغ من العمر حوالي 18 سنة ويلعب في صفوف فريق الشباب في مولودية باتنا بالجزائر، للأسف تعرض لطعنات على يد مجهول تسببت في وفاته في حادثة باشرت في شأنها مصالح الأمن تحقيقات موسعة من أجل كشف ملابساتها وخلفياتها وتوقيف المتهم فيها، حيث بدأت الجهات القضائية في الجزائر بفتح تحقيق حول تفاصيل وفاة بوزيدي زكريا. وبدأت الجهات القضائية في الجزائر في التحقيق في ملابسات وفاة بوزيدي زكريا للقبض على المتهم في وفاة اللاعب الجزائري بوزيدي زكريا. ونعى فريق مولودية باتنا الجزائري لاعبه الشاب بوزيدي زكريا على إحدى حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعلن بكل حزن وفاة لاعب فئة أقل من 19 سنة لفريق مولودية باتنا بوزيدي زكريا بعد تعرضه للطعن بخنجر قبل قليل. وتقدم فريق مولودية باتنا الجزائري بالتعازي لأسرة اللاعب بوزيدي زكريا وقال: تعازينا لعائلة الفقيد، دعواتكم له بالمغفرة والرحمة والثبات عند السؤال، سائلين الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. ومن خلال قناتنا ندعو من الله أن يتغمد اللاعب الجزائري بوزيدي زكريا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو، وياريت تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا للمتابعة.